احكي عن موضوع موضوع مهم. هو يحكي عن هل الدراسة في ألمانيا صعبة أم سهلة؟ زين. الجواب البسيط: الدراسة في ألمانيا سهل. الجواب العميق راح احكي لك بيه تجربتي. اولا اني اول ما جيت الالمانيه كنت كلش متردد انه ادرس ماجستير. انا خريج هندسه مدني جامعه التكنولوجيه بال 2010 وكنت كلش متردد انه اروح باتجاه الماجستير لانه خاف. اولا معدلي 54 بالجامعه وخايف، اولا صار لي 8 سنين عايش في الجامعه، معدلي 54، فاقول لك مستحيل انجح، هيك احكي ويا روحي بعدين لا تشجعت ورحت في طريق انه ادرس لغه، فدرست لغه الى مستوى الساينس، وبعدين حاولت ادرس بنفس المكان اللي درست به لغه بجامعه كولن اللي يسموها تيها كولن، والموظف قال لي انت معدلك 54 مستحيل تقبلك الجامعه، حتى طردني من المكتب، فصار عندي احباط عظيم ف اللي سويته شنو؟ انه لا، جيت ودورت على جامعات بالمانيا ولقيت هوايه جامعات تقبل بدون معدل. فهنا صارت عندي اول صدمه، شلون الجامعات تقبل بدون معدل وهي جامعات مستواها اعلى من الجامعه اللي رفضتني، اللي كنت بيها. بعدين شو اكتشفت انه اكو جامعات رصينه بالعالم تقول لك اني ما يهمني المعدل، اذا تدرس على حسابك طبعا ما يهمني المعدل. ليش؟ لانه انت بيك زود تنجح بالامتحانات مال الجامعه. شو العلاقه بك انت معدلك 54 و 56؟ طبعا مو كل الجامعات، بس هواي اكو جامعات تقبل بدون معدل. فيقول لي بيك زود وسبع، تعال انجح بالامتحانات مال الكليه. اذا نجحت بالامتحانات مال الكليه خلاص انت اذا مهندس ناجح وتفتهم وسبع وكذا الى اخره. شو اسوي بمعدلك انا؟ وهكذا. المهم فرحت قدمت على 10 جامعات، من ال10 7 جامعات قبلتني، 7 قبلتني في المانيا، معدلي 54 ماجستير هندسه مدني. 7 خاف واحد يقول لك ما يصير وكذا، معدله قليل ما تنقبل ماجستير. هاي هسه اقول لك انا معدلي 54 من 100، انقبلت 7 جامعات. واحده من الجامعات الجامعه اللي درست بها ماجستير اسمها كارلسرو. زين. المهم خلصت سي اينز وصار عندي قبول الجامعه ورحت للجامعه. طبعا انا رحت للجامعه وارجف، زين شلون يا ابي؟ المهم طبعا اول ما تبدي الدراسه هنا الجامعيه في المانيا او اي دراسه يسووا لك فد يوم يسموه ويلكم داي. شنو ويلكم داي؟ فد يوم تروح و تتعرف به على الستركتشر، على مال الدراسه، على اصدقائك، شلون حفله التعارف بالعراق. هاي كلش مهمه لازم تروح بيها على مود تفتهم الكونسبت زين. طبعا وياك المكسيكي والروسي والامريكي والاسباني والعراقي والافغاني، كل جنسيات العالم، والافريقي، كل جنسيات العالم اي. فهنا انا داخل خايف ادبرها ما ادبرها، شو اسوي الى اخره. مهم فقلت بالبدايه خليني ادرس بس 3 مواد، لان هو رسميا انت لازم بالماجستير تدرس 5 مواد 5 مواد 5 مواد وتتسوي رساله الماجستير بالماني. فقلت خليني اسوي 3 اشوف نفسي. فاكتشفت انه الدراسه في المانيا تركز على الكونسبت، على المفهوم، ما تركز على الحفظ. فبالتالي بغض النظر ان كانت لغتك قويه لو مو قويه، المهم فاهم الكونسبت تنجح، ما فاهم الكونسبت ترسب حتى لو لغتك كلش قويه. وياي؟ زين. فاني رتبت اموري، فرحت امتحن اول امتحان، حضر وحافظ وكل شيء مسوي، اموري توب التوب. حضرت روحي ودخلت للامتحان. طبعا سألني جاوبته، سألني جاوبته، سألني جاوبته،
البروفيسور. الامتحان عباره عن 20 دقيقه كان شفهي. طبعا اكو امتحانات بالماجستير شفهي تقعد قدام البروفيسور، وكلها امتحانات تحريريه ورقه وقلم. طبعا هاي بكل الدراسات موجوده، تختلف من دراسه لدراسه. كل شيء اكو بي برزنتيشن يعني تسوي شفهي، واكو لا يعني ورقه وقلم، لان هم يركزون على الفهم. فيسالني واجاوبه، يسالني واجاوبه. طلعت من الامتحان قال لي انطيك 1.3. طبعا احسن درجه بالماني هي 1، واسوأ درجه في الماني هي 6. يعني 5 6 راسب، 4 ناجح على الحافه، 3 زين، 2 زين، 1 كلش زين وكسوره مالتها. فقال لي انا انطيك 1.3، وقال اعذرني ما اقدر انطيك 1، لان اذا انطيتك 1 الالماني شنطي، انت اجنبي وتمتمت يعني بلغتك مو مضبوطه مثل الالماني، يعني فما اقدر انطيك 1، يعني انفع، شيء مو عادل يعني. فانطاني يعني 1.3. طبعا هذا اليوم كانت رجلي ما تشيني من السعاده، لان بهذا اليوم ثبتت الروحي انه بالرغم من انه انا تارك الدراسه 8 سنين، وبالرغم من انه اني لغتي مو لغه الام، وبالرغم من انه اني معدلي 54 نجحت في اول امتحان في الماجستير. اذا اني قادر على اكمال الماجستير في المانيا، كان قادر يعني. فبالتالي اقول لك الدراسه سهله، بس تعرف شلون تمتحن. زين، تخيل في يوم من الايام واحده الامتحانات هم كانت شفهيه، في سؤال اريد اجاوبه لكن المصطلحات العلميه نسيتها، مدى اتذكرها. يعني تعرف امتحان وستريس وكذا. سوى الاستاذ على مود ما يرسبني، جاب لي ورقه وقلم، قال لي ارسم لي اجابتك. ما تقدر تحكيها، نسيت المصطلحات، ارسم لي اياها، شنو تقصد؟ قعدت رسمت له هيك وهيك وهيك، وهذا المصرف وكذا ويروح كذا. هو كان الموضوع على الكريدت، يعني شلون الدوله تاخذ كريدت من البنك، وشلون تسوي فنانسيرونج وتصلح الشوارع وبعدين ترجع الى اخره. فتقصه يعني بالفنانسيرونج، بالتمويل المالي. اي نجحني، يعني اخذت خوش درجه 1.7 انطاني، بس لانه فاهم الكونسبت. تفهمني شلون؟ فمختصر المفيد، الدراسة في ألمانيا تعتبر دراسة سهلة، وأصلا مصمميها على مود تفهم الكونسبت، ما مصمميها على مود تحفظ. وبنفس الوقت يدارون كونك أجنبي، كلش يدارون هذا الموضوع، كلش يدارون هذا الموضوع. يعني يعيدون السؤال عليك مرتين، إذا ما تعرفه يحاولون يجيبوا لك ورقة وقلم تكتب ترسم، إلى يظلون يحاولون وياك، يريدون يطلعون منك المعلومة. وبالاخير من ينتهي الامتحان كان شو يسوي البروفيسور؟ وين اني اخطأت بالامتحان؟ يقعد يشرح لي، يقول يابا ترى انت هيك جاوبت، والجواب الصحيح هو هذا. زين، تعرف ليش الجواب الصحيح هذا؟ اقول له لا. يقول لي لان هذا هيك هيك هيك، بحيث تحسه مو امتحان، تحسها محاضره دا يعلمك من جديد بهالطريقه يعني الى اخره. طبعا اكو امتحانات صعبه كانت، اكو امتحانات نجحت بها على الحافه الى اخره، الى ان مشت الامتحانات ونجحت واحد بعد الثاني، ولحد ما وصلت رساله الماجستير وكتبت الرساله وتخرجت. طبعا على الماجستير كله 16 امتحان، رسبت في امتحان واحد فقط، رسبت في امتحان واحد فقط، رسبت في امتحان واحد فقط. المهم دراسه سهله، وانا في المانيا خلصت شهادتين ماجستير، مو وحده، اللي هي الموبيليتيت انفراستراكشر، طرق نقل، والباو انجينير فيزا. فاتمنى الناس اللي خايفه من الدراسه ما تخاف. لا تخاف انه انت تحس انه والله العراق مستواه مو مستوى المانيا، ما له علاقه. انت راح تروح وتبني مستواك شوي شوي لحد ما تتعلم. والله انا معدلي مو زين، لا ما له علاقه، اكو جامعات تقبل بدون معدل. والله انا مثلا عمري كبير صعبه، لا ماكو شيء اسمه عمرك كبير صعبه، ماكو. تتعلم، تقعد ورقه وقلم وتتعلم شوي شوي، مثل تمرين الحديد، اول يوم صعب، بعدين شوي شوي تصير مضبوط وكذا وتسيطر. فابد لا تخافون، وردت اشارك هذا الموضوع وياكم يعني، لان هواي نسألت عنه. فاتمنى لكم التوفيق، وتحياتي للجميع.